في قلب الخليج العربي توجد دولة صغيرة بحجمها، كبيرة بتاريخها ومعاني اسمها. اليوم سنكتشف معا أسرار اسم الكويت، والذي يحمل في طياته قصصا وحكايات تعود لآلاف السنين، من جذوره التاريخية إلى المعاني العميقة التي يرويها. استعدوا لرحلة عبر الزمن، حيث كل حرف وكل كلمة تحكي لنا شيئا عن هذه الأرض الرائعة. إذن أول معنى لهذا الاسم: الأصل العربي الأصيل. أول وأشهر تفسير لاسم الكويت هو أنه تصغير لكلمة كوت، والكوت في اللغة العربية كانت تطلق على القلعة الصغيرة أو الحصن القريب من البحر. كانت هذه الكلمة منتشرة في الخليج العربي والعراق منذ مئات السنين. ففي البصرة مثلا كانت هناك كوت الزين وكوت السبع، وفي عمان والبحرين أيضا وجدت أماكن تحمل الاسم نفسه. إذن عندما نقول الكويت فنحن نقصد حرفيا الكوت الصغيرة أو القلعة الصغيرة المطلة على الساحل. المعنى الثاني وهي القصة التاريخية لبداية هذا الاسم. في القرن السابع عشر قام أحد زعماء بني خالد وهو براك بن غرير آل حميد ببناء حصن صغير على ساحل الخليج لحماية القوافل والتجارة. ومع مرور الوقت صار الناس يقولون عن المنطقة المحيطة به الكوت، أي المكان المحصن قرب الماء، ثم صغروا الاسم فقالوا الكويت أي الحصن الصغير، وهكذا كما قلت سابقا أصبح اسما معروفا للمنطقة كلها. المعنى الثالث وهو المعنى الجغرافي، لكن بعض الباحثين أضافوا معنى آخر، فقالوا إن الكوت تعني المكان المحاط بالماء من 3 جهات أو الميناء الصغير، وهذا ينسجم تماما مع موقع الكويت الجغرافي، مدينة ساحلية على رأس الخليج العربي تطل على البحر وتعيش منه ومن تجارته. بمعنى آخر الكويت قد تعني أيضا المدينة الصغيرة على الساحل التي ازدهرت بالتجارة والملاحة منذ قرون. المعنى الرابع وهو الرأي الفارسي والهندي، وهناك رأي لغوي آخر يقول إن كلمة كوت ربما ليست عربية بالكامل، بل جاءت من اللغات المجاورة مثل الفارسية أو الهندية القديمة. ففي الفارسية كلمة كوت أو كوتا تعني البيت أو القلعة، وفي الهندية أيضا كوت تعني القلعة أو المكان المحصن. ولأن الخليج كان مركزا تجاريا ضخما بين العرب والفرس والهنود، فقد يكون الاسم تأثر بهذه اللغات، لكن هذا الرأي يبقى احتمالا لغويا ضعيفا، لأن العرب استخدموا كلمة كوت في لهجاتهم قبل زمن طويل من الاختلاط بالفرس أو الهنود. المعنى الخامس وهو المعنى الآخر في اللهجات العربية القديمة. في بعض اللهجات البدوية القديمة كانت كلمة الكوت تطلق على بيت القوم والطعام والماء في الصحراء، فلو أخذنا هذا المعنى فإن الكويت يمكن أن تعني المخزن الصغير أو بيت الجماعة الصغير الذين يجتمعون فيه حول الماء، وهذا أيضا ينسجم مع طبيعة الكويت القديمة كمكان استقرار للتجار والبحارة والرعاة. المعنى السادس وهو المعنى الرمزي الحديث، واليوم بعد مرور مئات السنين لم يعد اسم الكويت مجرد تصغير لكلمة كوت، بل أصبح رمزا لدولة صغيرة في المساحة لكن كبيرة في مكانتها وتأثيرها في الخليج والعالم العربي. فالكويت اليوم تجسد المعنى الجميل: الصغيرة في الاسم والكبيرة في الفعل. المعنى السابع وهو الخلاصة. إذن
عندما نسمع اسم الكويت فنحن أمام كلمة واحدة تحمل أكثر من معنى قمنا بذكره في 6 مرات. أولا الحصن الصغير وهو الأصل العربي الأصيل. ثانيا وهي المدينة الساحلية الصغيرة وهو المعنى الجغرافي. ثالثا القلعة أو البيت وهو الأصل الفارسي الهندي المحتمل. رابعا وهو المخزن أو البيت الصغير أو اللهجة حسب اللهجة العربية القديمة. وخامسا وهي الدولة الصغيرة ذات التأثير الكبير في المعنى الرمزي الحديث. ثم كخاتمة نقول أن اسم الكويت ليس مجرد كلمة، بل هو عنوان لهويتها، تاريخها، وروح أهلها. كل معنى من معانيه يروي قصة عن صمودها وعن ارتباطها بأرضها وعن الأجيال التي حملت إرثها بفخر. فكلما نطقنا باسم الكويت فإننا نردد إرثا حيا محفورا في ذاكرة التاريخ، يذكرنا دوما بعظمة هذه الأرض الصغيرة التي تحمل قلبا كبيرا. إذن بعد أن استمعت لكل هذه المعاني أيها تعتقد أنها أقرب إليك؟ إذن نلتقي إن شاء الله في المرة المقبلة مع معنى جديد لدولة عربية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.